أفاد مصدر رسمي بخصوص التأويلات غير المبررة التي ذهبت إليها بعض الأطراف بشأن حادثة حصلت في نهاية الأسبوع الماضي بمدينة سيدي بوزيد بالتوضيحات التالية. يتعلق الأمر بقيام مصالح التراتيب البلدية بسيدي بوزيد في نطاق عمليات مراقبتها العادية بلفت انتباه بائع متجول إلى أنه يمارس نشاطه التجاري في مكان غير مرخص فيه، وطلبت منه تحويل ذلك النشاط إلى مكان آخر، لكن المعني بالأمر رفض الامتثال للتراتيب المشار إليها وأصر على البقاء بذلك المكان. وعندما تمسك الأعوان بتطبيق القانون امتنع وأقدم على محاولة الانتحار حرقا، وقد تم فورا تقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله لتلقي العلاج في مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس. ويضيف نفس المصدر قوله: إننا بقدر ما نأسف لهذه الحادثة المؤلمة نستغرب محاولات بعض الأطراف الانحراف بهذه الحادثة الشخصية المعزولة عن سياقها الحقيقي واستغلالها لأغراض سياسية غير شريفة وربطها بغرض التضليل والإثارة بحقوق الإنسان والحريات والتشكيك في مقومات التنمية بالجهة التي عرفت كباقية جهات البلاد جهودا تنموية غطت سائر القطاعات باستثمارات بلغت بولاية سيدي بوزيد منذ التحول 2350 مليون دينار، وأسهمت في التخفيض من نسبة البطالة والتحكم فيها بما لا يتجاوز المعدل الوطني بما في ذلك أصحاب الشهادة العليا. وتبع المصدر أن هذا المجهود سيتواصل بما سيمكن في السنوات القادمة من رفع نسق التنمية بالجهة لمزيد تطوير وتنويع قاعدتها الاقتصادية، وذلك في نطاق تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي والمخطط 12 للتنمية.